سلام الله عليكم، تحية لكافة الناس متابعة القناة. إذا اليوم غادي نتكلموا على موضوع ديال المنتخب المغربي، ومن هي الدول اللي كانت مسؤولة حول إقصاء المغرب وأخذ الكأس من البلد المنظم اللي هو المغرب. كنبداو نهضروا بحسرة وتأسف على ما وقع في المغرب 2026، وما زالت القارة الإفريقية السمراء تعيش التخلف ثم التخلف على مستوى المعرفة، وإنما ليس التخلف على مستوى الوعي. إذا المشكل اللي كان كلنا عرفنا، الحقائق كانت صادمة. هناك دول من بدا الكان في المغرب، ودول كتحاول أنها تحط المغرب في أنه البلد مازال يعيش التخلف، ولكن المغرب استطاع أن يهزم كل تلك الدول بتنظيم عالمي من حيث الملاعب، ملاعب من الطراز العالي، ملاعب بجودة HD، ملاعب لن تكون في إفريقيا من غير البلد المغرب. إذا هناك مجموعة من الدول، بداو من الدول اللي تحدثت على المغرب بالسوء. جنوب إفريقيا كما تعلمون أن هناك علاقات سياسية متأزمة مع جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا لا تريد الخير للبلد المغرب، ولا تريد الخير للبلد المغرب، لأن المغرب عرف تطور هائل على مستوى التنمية البشرية، بنية تحتية عالمي، مؤسسات سياسية بارزة، قرار سياسي من مدينة الرباط. كذلك الدولة التي نعيش معها مشكل حول الحدود، الجزائر، الجزائر شقيقة كما نقول، ولكنها في الحقيقة البلد العدو الذي يرى المغرب كل ما هو مغربي فهو عدو. وسوف نرجع إلى الدولة، كذلك الدولة التي ساهمت في التواطؤ مع الجزائر، جنوب إفريقيا ومصر، كذلك المصريين، حيث خرج المصريين والتونسيين والموريتانيين ومجموعة من الدول العربية تحتفل بمأساة شعب عربي يقول كلمة لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عشنا في آخر الزمان في إدلال. حاولوا حاولوا أن يعطوا صورة مغايرة تماما للمغرب، ولكن المغرب انتصر بكلمة الحق. السنغال بلد مسلم، ونعلم أن الإمبراطورية المغربية كانت تحتل أجزاء من السنغال، ولكن السنغاليون أكشفوا أوجههم الحقيقة، وبل اعتدوا على مجموعة من الطلبة الذين يبحثون عن المعرفة وفي عاصمة دكار، واعتدوا عنهم. ونقول أن لكل من حاول في التواطؤ مع الدول التي تريد أن تعطي صورة غير مشرفة للمغرب، فهناك أن المغرب سوف يكون لكم بالمرصاد وإن شاء الله. هنا أتواجد في مدينة الرباط صورة من برج محمد السادس، حيث سوف يكون سنة 2030 مدينة لن تعرفها إفريقيا، بل مدينة جميلة جدا، مدينة شوف ترام غادي من القنطرة. هناك برج محمد السادس، منظر طبيعة، رغم أننا في شهر الشتاء، شهر البرودة وقساوة المناخ، ولكن المغرب يتوفر على مؤهلات. أقسم بالله علينا كل الأرض فهي رابعة. هنا مدينة الرباط، المدينة العملاقة، المدينة التي سوف تحكم العالم. نقول الجزائر رغم الثروات ومصادر الطاقة التي ستوفرون عليها، بترول، مصادر طاقة، ولكنكم لن تتطوروا، لأن المشكل لكم عقيدة هو كل مغربي فهو عدو. نتحدثوا عن مجموعة من الأحداث الأخيرة. هناك أن يوتيوبر سبيد اللي جا المغرب وجا الجزائر وزار 28 دولة إفريقية، عنده واحد تور، ومشى الجزائر اللي هرب وجا المغرب باش يكون في المقابلة ما بين المغرب والسنغال. نقول كأس المغرب رابح أكثر من الكأس، بل نعيد الأرباح من التنظيم خيالية، أرقام خيالية، إحصاءات خيالية.
المغرب ربح الكثير من الأموال، وهناك السياحة وجلب العملة الصعبة. كلنا رأينا في الإعلام كيف احتفل السنغال بكأس إفريقية. لاحظتم أن السنغال تعيش التخلف، أن ما زالوا يحتفلون، ما زال عراة يمشون في الشوارع عراة. والمغرب، لاحظوا المغرب الكل الحمد لله في تطور، شركات عملاقة، استثمارات ضخمة، تبادلات اتفاقات سياسية وعسكرية متطورة جدا، وعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات مع روسيا، علاقات مع دول العظمى. كل من في العالم يعترف بقوة المغرب، وهناك تبادل خبرات أمنية. رغم تطور الدول، فهناك بعض الدول تبحث عن استراتيجية أمنية التي يقودها الحموشي. فهناك تبادل خبرات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لاحظنا أن بالكان مجيء الانتربول لكي يأخذون التجربة المغربية. ونعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنظم كأس العالم في هذا التبادل في الخبرات جعل المغرب يتطور على الصعيد الأمني والمقاربة الأمنية واستراتيجية محاربة التمييز ومحاربة الإرهاب. نعود إلى موضوعنا وهو الموضوع الأساسي. الدول التي كشفت غطاءها وحاولت أن تعطي صورة غير مشرفة للمغرب. هنا أتواجد مدينة الرباط للتذكير، فإن مدينة الرباط مدينة جميلة جدا. ومن هذا الفيديو أقول لكل يجب أن يزور مدينة الرباط وأن يعيش لحظة فيها. مدينة جميلة جدا، مدينة سوف لها مؤهلات، مدينة القرار السيادي والقرار العالمي، حيث هنا يناقش القرار العالمي. أنا أقول حقيقة، العدو الوحيد للمملكة المغربية فهو الجزائر بقيادة تبون وقيادة شرق ريحة رئيس الأركان الجيش التحرير الوطني الجزائري. نعود إلى ما هو تاريخي لكي نفهم العقدة التاريخية من حرب الرمال ديال سنة 1963، وكذلك سنعود كذلك إلى 1038 الحدث الأساسي وهو استعمار فرنسا للجزائر بحادث سمي بحادث المروحة والداعي حسين آخر، لأن الجزائر كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، والمغرب كان البلد المستقل الذي لن يصل إليه الاستعمار العثماني أو الاستعمار الفرنسي. وكانت المملكة المغربية تدعم الجيش الجزائري بالعتاد والأسلحة. وهناك وقعت معركة لالا مغنية سنة 1844 التي انهزم فيها الجيش المغربي، وكذلك فرضت الحماية على المغرب سنة 1912 واحتلال بعض المناطق من منطقة وجدة والدار البيضاء سنة 1906. هذه كل الأحداث، هذه الأحداث هي التي جعلت ما بين المغرب والجزائر عدو، لأن الحدود لن ترسم. نعلم أن المنطقة أن 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 البوليساريو فهي منظمة إرهابية بالتأكيد. الدول العظمى الولايات الأمريكية تقول أنها منظمة إرهابية، ومجموعة من الدول تؤكد الأطروحة. هل الجزائر تريد انفصال الصحراء الغربية عن المغرب واقتسام الثروات في الصحراء، وكذلك البحث على منفذ الأطلسي؟ وهذا لن يكون إلا في الحلم ما دام صاحب السمو الملك محمد السادس موجودا على قيد الحياة، والدولة العلوية قائدة مشوار الازدهار والتنمية في المغرب، فلن يحلموا إلا بالحلم. والحلم ليس حقيقي، بل ليس مطابقا للواقع، لأن الواقع يقول أن الصحراء مغربية، وأن البوليساريو
من هي الجهة المسؤولة عن بوليزا؟ فهي الجزائر وليبيا والجزائر فهي مقاطعة فرنسية، هدفها هو اقتطاع الزائد من المملكة المغربية، لأن المملكة المغربية كانت قوية، والاستعمار لكي يستمر في استعماره لابد من تبني أطروحة العداوة ما بين الجزائر والمغرب لكي لا يصلون إلى التنمية، ودائما تحت الوصايا الفرنسية. ولكن المغرب منذ سنة 1990 أخذ مبادرة هو الابتعاد على فرنسا واستقلالية المؤسسات، وهذا ما جعلنا لاحظنا لاحظنا أن هناك اضطرابات في العلاقات السياسية الفرنسية المغربية، وبين الدول التي تقول أن الصحراء فهي ليست مغربية، ومن بين هذه الدول فرنسا، إسبانيا، وكل كل أكد أن الصحراء مغربية تاريخيا، وهناك علاقات تاريخية بين سكان الصحراء والمملكة المغربية. وهناك أرشيفات متواجدة لدى الاستعمار الفرنسي تؤكد الأطروحة أن الصحراء فهي مغربية، والساعة كذلك. إذن نحن ليست لدينا أي علاقة نريد فيها تدمير الشعب الجزائري، ولكنهم لاحظنا أن لما خرج الملايين من الجماهير الجزائرية للاحتفال بعدم أخذ الكأس المغربية من إفريقيا. ليلة كارثية لدى العرب، لأن المسلم هو من سلم لسانه وأحب لأخيه ما أحب لنفسه. إذن هو الشرط الأساسي لكي تكون مسلما، وإنما بك تحتفل أن أخوك المسلم أنه ما داش وداه، وراه مشكلة كبيرة في 2026. الاتحاد الأوروبي رغم أن هناك خلافات ما بين الاتحاد الأوروبي انضمام 27 دولة تاريخيا كانوا هم شاركوا في الحروب العالمية الأولى والثانية والثالثة، ولكن لهم ظروف قاسية، ورغم ذلك توحدوا ووضعوا سياسة مشتركة موحدة في جميع القطاعات، وتأهلوا اقتصاديا وعلميا. إذن صورة لمدينة الرباط. إذن هنا وصلنا للحلقة، المرجو الدعم والاشتراك، وشكرا.